يا مصر صباحك نور، بنبارك تاني عبور، وعشانك بس يا غالية اتأسس حزب النور. والله الوجه الله ولا عاوزين إلا رضاه، وانطالت بينا حياة هتكون أرواحنا جسور. يا مصر يا مصر صباحك نور. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا انا بشكر الاخوه اللجنه الاعلاميه يعني عن فكره اللقاء، فكره ممتازه جدا نجمع الناس الكوادر بتوعنا، الكوادر الاعلاميين الجنود المجهولين بتوعنا، نجمعهم ونبدا احنا نتناقش في الموضوع ونحسسهم ان في فعلا عندنا كيان وعندنا رؤيه وعايزين نعمل خطوات كويسه، وعايزين في المرحله المستقبليه نكون احسن من قبل كده. هو هنتكلم بالنسبه للقطاع الالكتروني او لجنه العمل الالكتروني. هو طبعا لا شك في تنميه الاستفتاء ظهر الى حد ما يعني تفوق لدى الاخوه عندنا في الحزب في هذا الجانب، جانب شغل العمل الالكتروني او الاعلام الالكتروني. وطبعا لا شك الاعلام الالكتروني اداه اعلاميه مهمله لحد دلوقتي عندنا، مفيش حد حاسس بيها، مفيش حد حاسس بخطورتها، مفيش حد حاسس ان الاعلام الالكتروني يقدر يسوق معلومات ويسوق اخبار لاكبر شريحه من الناس في اقل وقت باقل تكلفه. فلا شك الاعلام الالكتروني له خطوره كبيره جدا جدا جدا، والاعلام الالكتروني هو اعلام سهل، يعني اي حد ممكن يبني مؤسسه اعلاميه داخل الاعلام الالكتروني ويسميها مؤسسه اعلاميه، ممكن يعمل صفحه على الفيسبوك يسميها اي حاجه، شبكه اخباريه، صفحه عامه، وتبقى هي منطلق ليه. الاعلام الالكتروني كذلك بيتميز طبعا ان انت بتقرب من الجمهور بتاعك، الجمهور بتاعك يبدا يتناقش معاك، بل الجمهور بتاعك ممكن يتحكم في المحتوى الاعلامي نفسه اللي انت بتعمله. الاعلام الالكتروني خطورته كذلك ان هو بيتحدث باستمرار، يعني ممكن خبر من 5 دقائق اصبح دلوقتي قديم. الاعلام الالكتروني كذلك لا يحتاج لقناه فضائيه، لا يحتاج لمطابع، لا يحتاج لمؤسسه كبيره، لا يحتاج لمكاتب، لموظفين كتير، لمراسلين كتير. هو حاجه بسيطه جدا جدا ولكن فعاله. اخوه كتيره جدا لا تهتم بالامر ده ومش واخد باله اللي هو كواحد مستخدم على الفيسبوك اللي هو ممكن يساهم في العمل ده. هو داخل الفيسبوك بيتفرج بس، يعني احنا بنزعل لما نلاقي مثلا اخبار الحزب وتصريحات الحزب وبيانات الحزب تفاعل الاخوه معاها تفاعل يعني محزن. احنا مش بنلاقي الاخ بيتفاعل بيعمل اعجاب وبيعمل تعليق وبينشر الخبر مع حاجات تانية خالص مش تبعنا، ونقول له ليه انت مش بتنشر اخبار الحزب على صفحتك؟ يقول لي لا انا بنشر على صفحتي حاجات معينه عشان بكلم الناس في حاجات معينه. طب ازاي؟ احنا لو احنا مش هنساهم، شوف كام واحد، احنا مثلا اهو تقريبا 40 واحد او 30 واحد في اخبار للحزب على صفحاتنا، وخصوصا الصفحه الرسميه مش بتعمل لها مثلا 12 شير ولا 15 شير. شوف احنا قاعدين دلوقتي المفروض شوف كم اخ في الجمهوريه، للاسف الشديد بنلاقي الاخوه مش بتدعم شغلنا الاعلامي على صفحات الفيسبوك. كذلك الاخوه لازم تهتم بأمر الصفحات الرسمية. الصفحات الرسمية يعني هي قوتنا على الفيسبوك. طول ما انت بتدعم الصفحات الرسمية، دعم يعني ايه؟ خلي بالك انت بتفتح الصفحة الرسمية، المشاهدة نفسها دعم. هتعمل لايك اعجاب دعم، هتعمل تعليق دعم اكتر، هتشارك وتنشر وتعمل شير ده دعم اكتر واكتر واكتر. انت بتدعم الحزب. اصل على فكرة انت لو قاعد على الفيسبوك قاعد لنفسك، يعني انت قاعد عشان تقرا الحاجه اللي عايز تقراها وتعمل اعجاب على الحاجه اللي عاجباك وتعلق على الحاجه اللي انت عايز تعلق عليها، يبقى انت كده ما عندكش قضيه. ما تقعدش تحكي بقى في انت عمل مؤسسي وانت فرد في مؤسسه وعمل جماعي، لا.
انت كده مش عمل جماعي، وانت كده مش فرد مؤسسه، مش فرد في المؤسسه. تمام؟ فانت قاعد على الفيسبوك، انت يعني بتنصر منهجك، بتخدم منهجك، بتسوق لفكرك، بتتابع، مش بتتابع لنفسك، بتتابع لحزبك. انا بفرح جدا لما حد من الاخوه في اللجنه الاعلاميه يتصل بينا يقول لنا يا جماعه الحقوا، ده في شائعه منتشره بتقول كذا، ده في شبهه منتشره عند الناس بتقول كذا، ده احنا عايزين نوضح كذا، عايزين يكون في تصريح كذا، عايزين ننزل بيان بيقول كذا. انت بتتابع. وللاسف الشديد الفيسبوك يعني على الرغم من انتشاره من اسوأ